بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية تنشكر رجال الصحافة في المغرب وأنباك على تحمل متاعب التنقل من أجل تغطية الندوة الوطنية المتعلقة بالخطاب الديني وترسيخ مفاهيم التعايش السلمي والمواطنة المنظمة في دار المواطن من طرف جمعية رواد مبادرة للتنمية وجمعية الشباب النشيط، وبتنسيق مع المجلس العلمي وبشراكة مع اتحاد جمعيات المحلية بمدينة سلا وبدعم من مقاطعة العيادة. احنا الندوة جاءت في إطار نشر واحد المجموعة ديال الأفكار اللي خصنا الشباب ديالنا يتبناوها وجديد الخطاب الديني، ونحيدوا اليوم ديك الأفكار المتطرفة اللي تتروج عبر مجموعة من الوسائل، لا الصفحات عبر الانترنت ولا مجموعة من الوسائل السمعية والبصرية، ورسخوا قيم التسامح داخل هذه المنطقة. هي منطقة العيادة اللي تتعرض واحد الكثافة سكانية.